السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم عليك يا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ورجعت لكم فيديو جديد. نعمل ايه بقى؟ النت عندنا اليومين دول وحش خالص، مش عارفة اعمل ايه ومش عارفة الفيديو كمان هينزل لكم امتى، والفيديوهات بتاعتي يعني النت يا جماعة، النت فيه حاجة مش مظبوطة. تمام، فهعمل ايه بقى؟ سامحوني واعذروني، بالرغم والله مش بإيدي، يعني هو الموضوع في النت. بس هنعمل ايه؟ حط اللايك والاشتراك وفرحي قلبي كده بكومنت جميل وبلايك جميل منك، وندخل الفيديو بتاعنا بقى ونشوف هنعمل ايه. تمام. كوباية النسكافيه اللي طلعت دي مش كانت ليا؟ تمام. ايوه، عشان نقول ايه بقى من الاول كده. كان للمدرس بتاع الاولاد، فطلعت له بقى ايه حبة النسكافيه، وقلت بقى ايه اخش اشوف اللي ورايا. طبعا بقى ايه بدأت، غسلت المواعين، خشينا على المواعين بتاعتنا كده بقى، وبالمية السخنة شغلنا السخان، مش قادرين بقى ايه نشتغل كده، شغلنا السخان وما شاء الله يعني. يعني اللي في الجو الساقع ده كان هو السخان بقى ايه المنقذ بتاعي. كل ما اعمل اي حاجة بالمية السخنة. تمام. فاتورة الكهرباء غليت، غليت والله العظيم الشهر ده بالذات بسبب المية السخنة، والجو كان ساقع، بسبب ان لا ان يعني ايه كنا بنشغل السخان كتير يعني. تمام. بدأت بقى اغسل المواعين بتاعتي و... وعايزة اقول ايه، عايزة اقول لكل ام تراعي ربنا في ولادها، وعايزة اقول برضو لكل ام تراعي ربنا في ابنها وولادها، ان كان ولد او كان بنت. البنت تعلمها مش التعليم بتاع المدارس، لا تعلمها في البيت، تكون مؤدبة وترد رد حسن، وتفكر في الرد بتاعها قبل ما ترده. الرد ده هيزعل حد، الرد ده ممكن يضايق حد. طيب اللي قدام مني بيضايقني اقدر استحمله، او اجي على نفسي شوية عشان خاطر ان انا ما ضايقوش، خصوصا لو هم كبار في السن. يبقى انت بصي يعني ليكي الجنة بجد وحياة ربنا. اجبري بخاطر اللي قدامك حتى لو هتيجي على نفسك وما ترديش. ماشي. علمي بنتك تفكر في الرد قبل ما ترد، ما تبقاش بتحدف الكلام ومش عارفة الكلام بتقوله ازاي، وترجعي في الاخر تعالجي من وراه. هتفضلي تعالجي من وراه لحد امتى؟ مش هينفع. علمي ابنك يتحمل المسؤولية. مسيرك يا مرات الابن تبقى حما. تمام. علمي ابنك ان لما ربنا يكرمه يكون حلو مع مراته وامه. علمي ابنك يكون يعرف يكبر بخاطر مراته وامه، وما يبقاش طرف في النص. علمي ابنك يعرف يمسك العصاية من النص، يكبر خاطر امه ويكبر خاطر مراته حتى لو بالكذب. فاهمني؟ علمي ابنك، او انت علمي نفسك ان ابنك مش هيفضل ابنك باستمرار، هتيجي واحدة بكرة تشاركك فيه، فلازم تكوني مستعدة للنقطة دي. تمام. انا والله مش عارفة بكلمكم الكلام ده ليه، بس في مواقف كتيرة اليومين دول مرت عليا، شايفة فيها ان التربية هي اللي بتعمل كده. التربية هي اللي بتعمل كده، التربية هي اللي بتخلينا نربي ولادنا على الأنانية. التربية هي اللي بتخلينا نربي ولادنا على قلة الأدب. التربية هي اللي بتخلينا نربي ولادنا يبقوا طماعين. فلا، لما أنا أربي ابني يكبر خاطره اللي قدامه، يعني هتلاقيه بعدين. ازرعي في ابنك اللي انت عايزة تحصديه منه بعدين لما تكبري ويكبر هو كمان. ازرعي في بنتك عيشة حياتها طول عمرها مرتاحة. مش عارفة، بس يعني ربنا يهدي لنا ولادنا، وربنا ينور طريقهم، وربنا يبارك فيهم، وربنا يصلح حالنا وحالهم، ويجبر خاطرنا فيهم، ويجبر خاطرهم كده يا رب، ان هم يعني يعرفوا يقولوا الكلمة الحلوة، ويقدروا على نفسهم او يضغطوا على نفسهم عشان يستحملوا اللي قدام منهم شوية. مش قصة بقى ان انا لا هو قال لي كده فانا لازم اجيب حقي. دي احنا مش في غابة، احنا مش في غابة، احنا لا. التربية دي غلط، التربية دي غلط. مش بتكلم في كل الأوقات، أنا بتكلم في أقرب الناس إليك. لازم تبقى حنين عليهم. الأخت تبقى حنينة في أخوها، والأخت تبقى حنينة
في اخت جوزها. يا جماعة مش عارفة اقول لكم، يعني مش لاقية تعابير غير ان انا ايه، لو انت عايزة تتعاملي معاملة حسنة، عاملي اللي قدامك معاملة حسنة عشان تلاقيها، او عاملي اللي قدامك كما تحب ان يعني تتعامل. تمام بس كده. روتيننا النهارده في المطبخ بقى غسيل مواعين، ومسكت الرخامات نضفتهم، باجي كل فتره اشيل اللي عليهم وامسح زي ما انتوا بتشوفوا كده في كل الفيديوهات بتاعتنا. الجو النهارده شديد وصعب في السقعه، ف يعني ربنا اكرمني والهمني ولميت الغسيل قبل ما الدنيا كانت تمطر عليه، وكمان قعدت طبقته. الجو كان صعب النهارده خالص، والمطره كانت شديده بغير العاده يعني. حتى لما طلعت فوق اتفرج على شكل المطر والدنيا وهي بتمطر، سبحانك يا رب، والله بجد سبحانك يا رب. شكل الدنيا وهي بتمطر، معرفش ظاهرة قدامكم ولا ايه، بس عجبني منظر الخضرة والمطرة نازلة عليه كده. شفت يوسف ابني؟ ما شاء الله يعني، والفل الاخضر طالع في الارض والغلة والدنيا هايصة تمام، والمنظر كانت بترعد. بس انا كنت خايفة وحياة ربنا، خفت لما الدنيا كانت بترعد، خفت وقعدت ادعي واقول يا رب يا رب تكبر خاطرنا وخاطر امة لا اله الا الله، يا رب تنصفنا، يا رب يا رب تهدينا الحال وتهدي الاسعار شوية. الناس مش عارفة، مش في حاجة ثابتة في الاسعار، مش قصة حاجة بقى، مش في حاجة ثابتة في الاسعار. يعني تروح تشتري حاجة النهاردة بسعر، بكرة بسعر. تمام. يعني علبة الجبنة النهاردة بسعر، جايبها ب15، تاني يوم جبتها ب17، في بطلت اكل جبنة. البيض من ال4 ب10، 3 ب10، 2 ب10، في ايه يعني؟ ده حاجات البيت. فربنا يعين كل واحد على حاله يا رب، ويصلح حالنا وحال أمة لا إله إلا الله. طبعا قعدت بقى أطبق في الغسيل، وأدم ابني أول ما شاف الدنيا مطرت ايه، لبس كده لبس الإسعاف اللي هو لابسه ده، ولا لبس الرجال المطافي، وقعد ايه يقول يا ماما الدنيا ساقعة، يا ماما الدنيا ساقعة. اقول له هنعمل ايه، ادعي يا ادم وقول يا رب. تمام. الحمد لله بقى، كان ربنا ألهمني ونزلت الغسيل بتاعي قبل ما الدنيا تمطر. وكان بقى المستر ايه، اول ما الدنيا مطرت المستر جري الاستاذ بتاع العيال جري، قال لا سلام عليكم، وخد بعضه يا عيني ومشي والدنيا بتمطر. تمام. النهارده بقى ايه، برضو على قدنا وماشيين برضو في الفيديوهات الاقتصادية بتاعتنا، لا على قد ما نقدر هنعمل النهارده أكلة حلوة وشكلها حلو وكده يعني. تمام. هتعملي ايه يا ام ندى؟ طلعتي كيس كبد وقوانص يفك. معلش معلش معلش، اسمعوا واعملوا نفسكم مش سامعين. طلعتي كيس كبد وقوانص يفك كده، وسبته يفك في شوية مية. وايه بقى؟ لا ده انت مصر بقى، انت مصر. خلاص بقى، خلاص الناس يقولوا عليا ايه، فضحتوني. الله. طب هفصل شوية بقى على ما هما يهدوا. رجعنا بقى تاني مع بعض بقى. قلت بقى ايه، لما كبد والقوانص تفك اعمل بقى كذا حاجة في المطبخ كده، وابدأ ارتب المطبخ. مسحت موتور الخلاط، وكنت فرمة فيه شوية طماطم فمسحته قبل ما ارجعه تاني مكانه. طبعا برضو كنت جايبة التومين بتاعنا، فقلت برضو احط كل حاجة كده مكانها واظبط الدنيا. بعد كده هخش على الغدا بتاعي. تمام. عندي الغدا زي ما انا قلتلكوا كبد وقوانص. هعملها برضو ايه بطريقة حلوة. قطعت الاول القوانص كده لوحديها، وبعد كده ايه مسكت الكبدة قطعت ايه كل، المهم على 4. تمام. قطعت الكبداية على 4. وانا طبعا لما باجي انضف طيور او بط ولا حاجة بشيل الكبد لوحدها، عشان يوم زي كده يعدي يوم معايا زي كده. كان عندي حتة دهنة صغيرة بتاعت ليا، طلعتها زي ما انتوا شايفين كده في الطاسة، هي حتة صغيرة. تمام. وبدأت اسيبها ايه تسيح معايا كده، لانها كانت في التلاجة. تفك الاول كده وايه وتسيح خلاص. وبعد كده هنزل بقى بايه، نقطة زيت و...
وهحط القوانص بتاعتي. طبعا كنت غسلها غسله حلوه، والكبده برضو غسلها غسله حلوه. تمام. وهسيب القوانص ايه مع الكبده مع الدهنه كده تستوي وتاخد راحتها في السوا. نزلت ميتها كده زي ما انتوا شايفين، وسبتها برضو تشرب ميتها. وجبت البصل معايا ايه، بدأت اقطع كده. شوف برضو هنعمل ايه، اجهز يعني للاكل بتاعنا. والطماطم بتاعتنا برضو حطيتها على النار اهي في الحلة ايه تسبيكي. عملت صلصة طماطم عشان هنعمل برضو اكلة تانية جنب الكبد والقوانص. آه، نزلت كده بالبصل بتاعي على القوانص، ما شاء الله وحياة ربنا. بصوا الاكلة دي جميلة جميلة جميلة. انت عايزة تحط عليها بعد ما تخلصي شوية بقدونس وكزبرة كده، بتخليها برضو طعمها، بتخليها طعمها حلو. دي كده ايه معايا، بعمل دقة توم مع فلفل وبحطهم في العلبة دي كده، وباجي ايه استعملها زي ما انتوا شايفين كده باستمرار. حتى معظم الفيديوهات بتلاقوها معايا. حلة على النار بشوية زيت، حطيت معلقتين زيت كبار كده يسخنوا، ونزلت بايه بكيسين مكرونة. تمام. تمام. انا بقى جيت لقيت ما عنديش مكرونة شكل واحد، خدتهم برضو قلت تعالوا مش انا هستعملكوا. تمام. بدأت احمر في المكرونة بتاعتي كده. ويعني الطريقة دي ان شاء الله لو ما اعرفش في ناس كتيرة فيكم عارفينها او ايه، او اول مرة تشوفوها او كده. عامة يعني احنا بنحبها، وفي معظم الافراح بتاعتنا هنا المكرونة دي كده الطباخين بيعملوها. تحمري المكرونة كده وتنزلي بها ايه بشوية شعرية، وهي خلاص قربت تحمر معاكي. شايفين لونها عامل ازاي، بقت ذهبي كده معاكي خلاص. والصلصة بتاعتنا بدأت تظبط كده ما شاء الله، حلوة خالص اهي. بعد ما سبكت رحت حاطه لها حبة مية وايه، وغليت في بعضي. عندك شوربة حطي شوربة مكان المية اللي انا حطيتها. انا مش كان عندي شوربة، فحطيت زي ما انتوا شفتوا كده مكعبات ايه المرق الدجاج. تمام. تحطي لها الصلصة بتاعتها زي الرز كده. تمام. مش بتكتري عليها يعني، هي مقدار الرز زي ما انت بتعملي الرز بالظبط. تمام. آه بعد كده بقى ايه، الكبد القوانص معايا على النار. او بدأت اقطع فلفل الوان وفلفل حامي ما شاء الله يعني. عايزة برضو تقطعي طماطم قطعي، بس ما شاء الله يعني. انا بحب الوصفة دي قوي قوي، او بحب اكلها بعيش عامة وبطاطس مقلية. بس بقى عشان طبعا في الاولاد في البيت بقى ايه يعني عايزين اكل، فلازم تملي بطنهم. هتملي بطنهم بايه؟ فعملت شوية المكرونة زي ما انتوا شفتوا كده. الكبدة القوانص ما شاء الله ايه ظبطت خالص معايا كده بقى، ودخلت في السوا. ونزلنا بالكبدة بتاعتنا. شوية الكمون بقى، الكبدة بتاعت الفراخ او البط روحها في الكمون. تمام. جبتها شوية كمون صغيرين كده، على جوزة الطيب، حاجة تحفة، وسنة قرفة صغيرة خلاص. وطبعا فلفل اسمر، ونقطة خل صغيرة كده. تمام. ما شاء الله وحياة ربنا هتجربي الطريقة دي هتعجبك، وتقولي ايه يا منى ده الجمال ده، احسن من الكبدة البقري او الكبدة اللي بتاعت الجزار يعني. بس لسه هنقول فحال ولا عجال ولا جاموس ولا كده، لا خلينا نقول اللي احنا بنقوله. شفتوا دوما؟ شفتوا دوما بيحب يساعد ازاي. وجاي يساعد في الفلفل الحار. يعني يا قلبي، حط اللايك الجميل والاشتراك وفعلوا لنا الجرس. وعايزين بقى ايه نكبر يا جماعة، يا جماعة عايزين نكبر بقى يا جماعة. نكبر ان احنا قناتنا تبدأ تتفعل بقى وكده يعني. يلا يا جماعة بقى ساعدونا شوية. دي برضو من الاكلات الاقتصادية، بالرغم كله دلوقتي عاد بيلسع، كل دلوقتي مش في حاجة عادت اقتصادية خالص. تمام.
مم. جربوا بقى الطبق ده، احلى من اي حاجة، احلى من الكبد والقوانص، واحلى من المكرونة. ادوني بس الطبق ده كده برغيف عيش، مش عايزة حاجة. بحب الطماطم المخللة. انا بموت في الطماطم المخللة، وولادي بيحبوا الطماطم المخللة جدا، بيعشقوها كده، لان ما شاء الله يعني ايه، بتأكل وطعمها حلو. طماطمنا في التلاجة والدقة موجودة، وما شاء الله يعني. آه. نعصر بقى ايه، ليمونة عليها طبعا. الدقة دي توم وفلفل زي ما انا قلتلكوا، وسنة كمون صغيرة وملح. وفي الكبة بتفرمي يعني ايه، عندك فلفل ما تهدريش حاجة، فاهميني؟ يعني بيبقى عندي شوية فلفل وخايفة عليهم يبوظوا، بروح حاطة عليهم شوية توم وفرماهم في الكبة، وزي ما انتوا شايفين كده بستعمله. طبعا الفلفل اللي عندي اللي انا استعملته، اللي هو اللي اخدت منه حبة واتبقى الباقي، اسيبه؟ لا، هيبوظ مني. تمام. اعمل ايه؟ بروح مقطعاه زي ما انتوا شايفين كده، بحطه في اكياس صغيرة، واحطه في الفريزر لمرة تانية بطلعه وبستخدمه. شفتوا انا شاطرة ازاي؟ شفتوا تحطوا لايك ازاي بقى؟ حطوا لنا اللايك واعملوا لنا اشتراك. انا طول الفيديو اقول لكم اعملوا لايك واشتراك. ايه رأيكم بقى في المكرونة المفلفلة الجميلة دي؟ شايفين؟ هنغرف بقى الاكل بتاعنا، واقول لكم تعالوا اتغدوا معانا، ولا اقول لكم ايه، اوصل لكم لحد البيوت عندكم؟ يلا. ما شاء الله، شايفين بقى شوية الكبدة عاملين ازاي، والمكرونة تحفة، والطماطم المخللة